اهلا بيكم في وصفه قمر مع ايه عمر. وعشان دلع الكرش ما فيهوش معلش، لو الكفته بقى باظت خالص وجوزك راجع من الشغل جعان، تتصرفي ازاي ونلحق كده نلم الدنيا من غير ما حد يحس بينا؟ وكمان هقولك ازاي نتجنب الكفته تفك منك اصلا. متنسيش بقى تعملوا لايك وفولو وشير وتركزوا معايا. اول حاجه معايا كيلو الا ربع لحمه مفرومه، عليهم ربع بوش الجزار مديهم لي وشين على المفرمه. اول حاجه احط معلقه النشا وعليهم البصلايه مبشوره، معلقه ملح، نص معلقه فلفل اسود، بهارات لحمه، مش هحط اي توابل تانية. يا جماعه اللحمه زي فيها نسيج، فكده الكفته تمام جدا وهتمسك معانا مش هتفك ولا اي حاجه. نجيب 2 عود سيخ كده من بتاع الشيش طاووق وابتدي اخد بقى قطع كده حلوه من الكفته. خلص الكميه بقى كلها وبعد كده نروح نسويها على الطاسه. في جريل بقى او طاسه على النار هنحط كده شويه زيت. هبتدي بقى انزل بالكفته كده اللي احنا صبعناها مع بعض. باظت مننا، يعني لو باظت منك انا قلت لك ايه ولا يهمك. بسرعه بقى حضرت طماطمايه كده مبشوره عشان اعملها عصاج. احط جزر في العصاج او اي خضار بقى، عشان طبعا الولاد الصغيرين دي الطريقه الامثل ان احنا نديهم خضار وهم مش واخدين بالهم. كده خلاص اللحمه مفرومه زي ما انتم شايفين اهي، استوت وبقت مفروم عصاج عادي جدا بالخضار بالصلصه. بس عايزه تستخدميه دلوقتي تعملي بيه حاجه تانية تمام، او تشيليه في اكياس التخزين في الفريزر وتكتبي عليه بس ان ده لحمه مفرومه، عشان طبعا مش بيبان في الفريزر بعد ما يتجمد. مش عارفه محتاره الكيس ده ايه. بس كده خلاص خلصنا وانقذنا الموقف. الكفته بقى فكت مننا ليه؟ جايز البصل كان كتير، جايز البصل كان فيه ميه مش مبشور كويس او مش معصور كويس، ان اللحمه ما كانش فيها دهون كافيه ان هي تمسك في بعضها، النار كانت هاديه. هننزل بقى بالكفته التحفه بتاعتنا السليمه الحلوه اللي على اصولها في طاسه بقى فيها شويه زيت. ننزل بقى بالكفته الحقيقيه، ننزل بقى نعمل تش. الله، بسم الله. كده خلاص خلصنا الكفته الصح المظبوطه زي ما انتم شايفين. هرش بقى رشه بقدونس كده عليها من فوق. بص هياخد غطس في الطحينه دلوقتي وبعد كده وبكده اقول لك الف مبروك، احنا عدلنا الكفه المايله. يا رب بقى ما حدش ينخرب ورانا، لان الحوار ده كده سر ما بيننا. تنسيش بقى تعملي لايك وفولو وشير في كل جروبات الطبخ عشان تلحقي صحباتك، ومنشنز كتير كتير قد الكفته اللي لحقناها. وبكده اقول لك الف هنا وشفا ووصفه قمر مع عمر. سؤال الحلقه بيقول اكتبوا لي في الكومنتات 4 مكونات استخدمتهم عشان اعمل وصفه الكفته. اللي هيجاوب صح هيكسب معانا.